السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. كلنا بنحاول نبقى بخير. ده اول فيديو اصوره من اكتر من 15 يوم. اول فيديو اصوره في ظل الاحداث اللي حاصلة. للامانة الواحد ما كانش قادر يصور اي حاجة، ولكن شي ان يا جماعة، شي ان بجد هي اللي شجعتني ان انا اقوم واصور بعد الموقف القوي والشجاع اللي خدته ضد الكيان المعتدي، ضد الكيان المحتل. شين يا جماعه هي اللي قطعته، مش هما اللي قطعوها. بجد انا بجد فخوره ان انا في يوم من الايام اشتغلت وبشتغل مع الشركه دي، حقيقي والله العظيم. يا ريت في شركات قويه زيها تقدر تاخد خطوات زي كده. لو ما تعرفوش شي ان عملت ايه يا جماعه، هسيب لكم لينك الريلز والفيديوز تحت عشان تعرفوا شي ان ازاي بجد عاقبت الكيان المحتل على اللي بيعملوه. فيلا بينا ندعم سي ان، ويلا بينا نشوف فيديو النهارده. وطبعا ليكم كود خصم يديكم 15% لو انتوا بتشتروا بنفسكم من سي ان، ولو انتوا عايزين وسيط في مصر يعني هسيب لكم لينك الوسيط تحت. وغير كده عايزه اقول لكم ان في منتجات عجبتني ومنتجات ما عجبتنيش، ولكن طبعا احنا في سي ان لينا حريه ان احنا نقول راينا بكل صراحه في المنتجات. ويلا بينا اوريكم انا جبت ايه من تخفيضات عيد ميلاد سي ان. يلا بينا نبتدي باول قطعه. وطبعا الفتره الاخيره هتلاقوني ان انا ما بقتش اشتري لبس بس من شي ان، لان شي ان يا جماعه اصبح سوق، زي مول كده، مول متحرك فيه كل ما تتخيلوه. فالواحد بقى بينوع في الاوردرات بتاعته، لان بجد بقى عندهم حاجات خطيره يعني. فخلينا نبتدي الاول باول قطعه، وهي طقم الفرش دوت. وانتوا عارفين قد ايه انا بحب جدا ماركه الفرش بتاعه مانيج او مانج ديت، تمام. ودي بتبقى موجوده بكل الاطقم وكل الاشكال على شي ان. فلقيت عندهم اللي هو الطقم الكابوكي ده، تمام. صورته طبعا زي ما انتوا شايفينها كده اهي. عبارة عن 4 فرش، الأربعة كابوكي لكن بأشكال مختلفة. والفرش الكابوكي يا بنات اللي هي بتبقى فرش بتبقى الشعر بتاعها غزير متكوك كده، شايفين قد ايه بيبقى غزير، مفيهوش فراغات، مش فلافي. لكن يا جماعه الاربعه احلى من بعض. طبعا الكواليتي بتاع الفرش بتاعت مانيج ما يختلفش عليه اتنين. بصوا الفرشه دي شكلها عامل ازاي يا جماعه. الفرشه دي شكلها خطير، هتبقى حلوه جدا. طبعا احنا متعودين ان الفرش استخدامها بيبقى على حسب انت حباها تستخدميها في ايه، تمام. فالفرشه دي تبقى حلوه جدا للكونسيلر، تبقى حلوه جدا للفرد تحت الكونسيلر تحت الحاجب. عايزه تبطني الحاجب برضو قبل الاي شادو، تدمجي بيها كده الاطراف بتاعت الحاجات. وبرضو الفرشه دي هتبقى حلوه جدا لبرضو الكونسيلر تحت العين. الناس اللي بتحب، في ناس كتير جدا بتحب تستخدم فرش للكونسيلر مش سبونج. اما بقى الفرشتين دول، فالفرشتين دول طبعا الاتنين ينفعوا فاونديشن، الاتنين ينفعوا كونتور، الاتنين ينفعوا بلاشر كريمي. الاتنين هيبقوا حلوين جدا لاي حاجه كريميه. واحده فيهم عامله كده منفوشه، والتانيه واخده انجل كده بسيطه. فالكواليتي بتاعهم رائع بصراحه. تاني قطعه واللي بجد انبهرت بجمالها وحياه ربنا، هي الالوان دي اللي هي دي. هي بتيجي في علبه صفيح كده زي ما انتم شايفين. اللي عارف ان انا اولادي، طبعا اللي متابعيني عارفين ان انا اولادي بيعشقوا حاجه اسمها تلوين، يعني بيحبوا التلوين وكراسات التلوين والحاجات دي بطريقه فظيعه يعني. وانا كنت جايبه لهم قبل كده من شي ان الالوان اللي هي الفلوماستر، كانت 148 لون، اللي هي ناحيتين، ناحيه رفيعه وناحيه تخينه. بجد كانت وهميه يا جماعه، فظيعه. فكانوا محتاجين الوان خشب، فقررت ان انا اجيب لهم دي عباره عن 72 لون. دي يا جماعه تتجاب للناس والله العظيم، يعني انا ما تخيلتش الكواليتي رهيبه كده. دي تتجاب للناس اللي هما بيبقوا في كليات فنون جميله والحاجات دي. كواليتي بروفيشنال، حاجه بروفيشنال. وكمان عايزه اقول لكم ان الالوان دي قابله للدمج، اللي هي الالوان اللي بتتسيح. الكواليتي بتاعها رهيب يا جماعه. هحاول اصور لكم من قريب. بصوا ده بيبقى الصف الاولاني، وفي تحتها صف تاني. الكواليتي بتاع الخشب نفسه رهيب، البيجمنت بتاع اللون خطير، حاجه بروفيشنال. يعني زي ما بقول لكم، انتوا لو عندكم اولاد في كليات او عندهم هوايه الرسم والتلوين، ما تترددوش ان انكم تجيبوا حاجه زي كده. بجد انا انبهرت والله، بجد الالوان وقعت. تالت قطعه واللي انصدمت، والله اتصدمت من وحشتها بجد صدمت في الكواليتي بتاعتهم جدا.
وهي المجموعه دي من النظارات الشمسيه. الحقيقه انا مش اول مره اشتري يعني نظارات شمسي من شي ان، بالعكس انا اشتريت نظارات من شمس من شي ان تقريبا 3 مرات، بس كنت بشتري بالنضاره، وكانت النضاره بتجيلي في جراب اسود مكتوب عليه شي ان، والحقيقه ان كانت الكواليتي بتاعتهم بتبقى خطيره خطيره وبتعيش وحلوه جدا وشيك جدا. ولقيت ناس بتشكر في مجموعات النضارات، فقلت طب ما نجرب ان انا اشتري مجموعه على بعض فيها نضارات مختلفه، وفي نفس الوقت بصراحه اسعارهم بتبقى خطيره. يعني المجموعه دي يا جماعه كانت عامله 18 ريال، ولكن في شيء ان لما تسترخصي قوي فالكواليتي برضو بيجيلك مش حلو قوي. فجات لي اول حاجه المجموعه في العلبه دي زي ما انتم شايفين كده، طبعا مفيش اي جراب ولا اي حاجه، بيجي معاهم المنديل ده، وبيجوا الثلاث نضارات كده في نضارات في اكياس بلاستيك. النضارات انا هقيسهم لكم دلوقتي، هتشوفوا قد ايه شكلهم في اللبس شيك وحلو جدا، لكن ككواليتي للاسف يعني يمكن الوحيده اللي عليها يعني اللي فيها الرمق زي ما بيقولوا تتلبس اقدر البسها واخرج بيها، يعني هي السودا اللي هي دي. تمام، الكواليتي بتاعها شكله شيك وحلو، لكن هي اعتقد ان هي مع اللبس مع الاستخدام، يعني اعتقد ان اللون الجولد ده هيقشر يعني. بصوا منتهى الشيك، هي شيك جدا بصراحه، شيك شيك جدا الحقيقه. وطالعين موضه طبعا، رجعوا تاني النضارات الكبيره دي رجعت موضه تاني جدا، وخاصه في الشتاء ده نضارات، خاصه في الشتاء ده راجعه موضه جدا. النضارتين اللي بعد كده بقى اسواقهم هي النضاره اللي انا هقيسها دلوقتي اللي هي دي، برضو هتشوفوا ان شكلها مش وحش، يعني شكلها هتلاقوه لطيف، برضو طالع موضه جدا الشكل ده. تمام، لكن ككواليتي فالكواليتي بتاع النضاره دي بالذات فيهم هما التلاتة، يعني الكواليتي لعب اطفال يعني اصلا حتى شكلها، يعني لما شكلها قد ايه شكلها رخيص جدا جدا جدا، فيعني انا ما اظنش ان انا هقدر اخرج بيها لان شكلها باين عليه ان هي رخيصه قوي بصراحه يعني. التالتة برضو الكواليتي بتاعها مش حلو خالص يا جماعه، الكواليتي بتاعهم رخيص جدا جدا، لكن شكلا لطيفه، يعني ممكن يتخرج لها مثلا بيها خروجه ولا اتنين كده، مش عارفه، بس هي شكلا حلوه، لكن ككواليتي مش الطف حاجه. لكن انت لو واحده مثلا في جامعه ولا حاجه وبتحبي تغيري وكل يوم تلبسي لك نضاره وبتاع كده، فممكن تجيبيهم تبدلي فيهم، سعرهم رخيص ولطيف. الحاجه اللي بعد كده اللي جبتها هي الشنطه دي، طبعا لونها مفرقع جدا، ولكن انا ساعات بحب اعتمد على الشنطه هي اللي تديني روح للطقم كله. ساعات بلبس كتير جدا لون واحد اسود، لون واحد بيج، لون واحد، فاهمين؟ او السوتس بتبقى محتاجه شنطه كده مفرقعه تديها لون وحيويه. تمام، فجبت الشنطه دي، بصوا هي بتيجي كده. اول حاجه طبعا هي لونها مفرقع جدا، هي الخامه بتاعتها مش عارفه تبان ولا اهي، هو ده لونها، الخامه بتاعتها اللي هي الووتر بروف دي. تمام، بيجي معاها اول حاجه هي بتيجي بالايد الطويله دي، تمام، تلبس كروس، وممكن كمان تلبسيها بالايد الصغيره، يعني معاها ايد صغيره، هي مش بيتفكوا هما لازقين فيها، بس فيها ايد صغيره وفيها ايد طويله زي ما انتم شايفين. تمام كده اهي. وبيجي معاها بقى الميداليات دي زي كده ما موجود في الصوره، كيوت قوي وحياه ربنا اهي، شايفينهم؟ الميداليات دي بتتعلق فيها كده، تبقى شكلها قمر جدا، عجبتني جدا جدا جدا. بعد كده جبت طقم الخواتم ده، عاده زي ما قلت لكم قبل كده اكتر حاجه بتجيبيها من شي ان كاكسسوارز وبيثبت لونها وبتفضل هي الحاجات السلستيل اللي زي كده، ده على فكره كنت جايباه من شي ان وزي ما هو ما حصلوش اي حاجه خالص، وده سلستيل. تمام، لكن قلت اجرب النحاس لان انا عارفه ان النحاس كمان مش بيغير لونه بسهوله، ممكن يطوس لكن بيرجع يتلمع تاني، فقلت اجرب، فاخترت الطقم ده. شكله شيك جدا بجد، حلو قوي، ولكن للاسف جالي فيه عيب هوريهولكم دلوقتي حالا. ثواني اقلع بس الخواتم اللي انا لابساها عشان اوريكم. تمام، ده اول خاتم فيهم اهو. تمام، وده العيب اللي جالي فيه، بصوا جالي مقشوط كده في القشطه البيضه دي اهي، شايفينها؟ يا رب يكون باينه لكم. فانا قلت ان انا ممكن ابقى، على فكره ده لونه كحلي عشان يبقى تبقوا شايفين لونه ازرق كحلي، فقلت ان انا ممكن ابقى الونها بالوان او مانيكير او حاجه. تمام، وده تاني واحد اهو، شكلهم على فكره قايم جدا، يعني هما شكلهم وانتي ماسكاهم في ايدك
قيم جدا. وده التالت، ده شكلهم هما التلاتة تحفه، حلوين قوي. اتمنى ان هما ما يحصل لهمش حاجه ويبقوا حلوين. وطبعا لو انتم متابعيني على انستجرام، تابعوني على الانستجرام، هتلاقوني دايما بعمل لكم ابديت على الحاجات اللي بجيبها من شي ان. بعد ما استخدمها شويه برجع اقول لكم عليها ابديت تاني. بعد كده جبت القطعه دي من شي ان. انا كنت جبت قطعه زيها بالظبط بس حمالات كده، الحماله بتاعتها خيط وكان لونها ابيض وفيها نفس الورد ده، وكانت خطيره يا بنات، كانت خطيره. كنت جايباها ساعه العيد، كانت تحفه. فقررت ان اجيب منها اللي بكم بقى، وطلع يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه والخطاره. طلع تحفه. عارفين يعني ايه تحفه؟ بيحلي شكل الجسم بطريقه يا بنات انتوا مش متخيلين. تحسي انتي كده سندريلا بنفسك، بجد كيوت قوي قوي قوي، حلوه قوي قوي. ده شكل القماشه اهي من قريب، تحفه تحفه. وقصه الفستان اللي هو بيبقى مكسم ونازل كده زي سندريلا كده، بصوا حلو قوي بجد بجد، هيعجبكم قوي. وخامته طريه كده وحلو قوي للنوم. بعد كده حلوين جبت التوب كروب ده. انتوا عارفين ان انا بحب التوب كروب، بلبسهم على الفساتين، بلبسهم على الفساتين القط، يعني بحب البس عليهم توب كروب كده وخلاص. بحب البسهم على السكيرت، بحب البسهم على البناطيل اللي هي بتبقى وايد ليج قوي، اللي هي الواسعه قوي، بيبقى شكلهم لطيف جدا. فاخترت ده وقلت اجيبه. للامانه هو شكله حلو، مش وحش، مش هقول ان هو وحش، شكله حلو. لكن الخامه بتاعته للامانه تحرر جدا. بصوا دي الخامه بتاعته، يعني ممكن تلبسوها دلوقتي كده في الخريف، لكن في الصيف يعني خامه تحرر جدا. ده يعني بوليستر 1000000%، يعني هي بوليستر يعني هو شكلا حلو لكن الخامه صعبه قوي. اعتقد لو في حد عنده حساسيه او بيطلع له يعني حمونيل والحاجات دي في الصيف مش هيقدر يستحمل الخامه دي. الحقيقه ان انا سمعت كتير وقليل على الحاجات بتاعت او اللبس الجيم عند شي ان، قد ايه الكواليتي بتاعته حلوه وخطيره وكده. وبما ان انا الفتره الاخيره ابتديت انزل جيم، فقلت لا نجرب بقى. وبصراحه يعني ما اتخذلتش في حاجه، قد ايه تحفه. جبت القطعه دي، وعلى فكره انا القطعه اللي انا جايباها للجيم مختاراها من البلس سايز، علشان انا حابه ان الحاجه تكون واسعه عليا. ما بحبش الحاجه تبقى لازقه في الجسم، بحب الحاجه تبقى واسعه طويله. فعشان كده هتلاقوني مختاره من البلس سايز، وكمان جايبه منها مقاس كبير. تمام. فلان خاصه الحاجات اللي هي بتاعه الجيم دي بتلزق على الجسم، فعشان برضو تبقوا فاهمين انا ليه جايبه مقاسات كبيره. انت عايزه تجيبي مقاسك بقى انت از يو لايك، لكن انا مثلا دي جايبه منها 1 اكس لارج. تمام. ده شكلها اهي. بصوا يا جماعه، هي قصيره من قدام وطويله من ورا. مش طويله يعني كمان مش طويله قوي. وفيها فتحه من الجنب كده، والكم بتاعها فيه اللي هو الصباع ده. طبعا هتلاقوني لابساها، حتى هتلاقوني انا لابساها ولابسه تحتها التي شيرت برده من اللي هم الاوفر سايز الطوال. خطيره يعني، خطيره كمان مره، يعني قليل عليها. وعلى فكره ممكن اصلا البسها واخرج بيها، ممكن البسها على بنطلون جينز وايد ليج، هتبقى تحفه. اكيد لو خرجت بيها هوريها لكم على انستجرام، تابعوني هناك. تاني حاجه جبتها هي الجاكيت دوت، وده برده خامته اللي هي خامه الحاجات بتاعه الجيم اللي عامله زي المايوهات دي. هو مش طويل قوي، بس للامانه هو انا جايباه اصلا مش عشان هو جاكيت، انا جايباه عشان اربطه على وسطي وانا بلعب في الجيم. لو انا لابسه بنطلون ليجن او حاجه زي الطقم اللي انا كنت لابساه، يعني ساعه لما كنت لابسه الطقم اللي انا كنت موريه لكم من شويه اللي عليه دي، برده احتياطيا كنت، لان انا للاسف الجيم اللي انا بنزل فيه ميكس، ومحدش يقول لي طب ما نزلتيش ليه، عادي لانه ظروفي ما سمحتش غير بالجيم دوت. وبروح الصبح بدري عشان يبقى قليل الرجاله اللي فيه، لكن احتياطيا عشان ابقى حاسه ان انا تمام. جبت ده مخصوص عشان اربطه على وسطي، عشان ما يبانش مني اي حاجه. مش جايباه عشان هو جاكيت يعني، بس حلو جدا وبيغطي وجميل، وحتى في اللبس واسع وحلو جدا. فعجبني الكواليتي بتاعه قوي صراحه، عجبني يعني. اصلا حتى لو دخلنا في الشتاء شويه، لو انا لابسه حاجه تقيله عليه هيبقى تحتيه هيبقى حلو جدا. بعد كده برده من البلس سايز برده جبت مقاس، ده المره دي بقى جبت مقاس كبير فعلا، جبت مقاس 2 اكس لارج، عشان كنت حابه البلوزه تبقى طويله وواسعه زي ما انتوا اكيد هتشوفوها عليا. وفعلا هي طلعت طويله وواسعه زي ما انا عايزه.
هو ده اللي انا عايزاه، ان هي تبقى كبيره عليا ما تبقاش لازقه خالص في الجسم. بصوا يا جماعه الكواليتي رهيبه، حقيقي حقيقي. ما كنتش متخيله الكواليتي تحفه 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 تحفه. اكيد هتشوفوها في اللبس. برقبه برده كده حلوه، شايفين الرقبه بتاعتها حلوه قوي عشان تغطي كده وما يبانش مننا حاجه. وبرده الكم بتاعها اللي هو الكم المخروم ده اللي بندخل فيه الصباع، وعلى فكره دي بتبقى حلوه جدا للناس اللي بتمسك الات في قلب الجيم، بتبقى لطيفه جدا. لكن المشكله اللي حصلت انه على قد ما انا كنت عايزه التيشيرت تبقى كبيره وواسعه وطويله، على قد ما البنطلون للاسف الشديد البنطلون جه الوسط بتاعه يعني يمكن من تحت شويه كويس مقبول، لكن طبعا هو واسع من عند الركبه، بس مش مشكله. لكن من فوق هو المشكله، الوسط طلع بحر، يعني هو ممكن يقع مني فعليا. فكان الحل اللي انا هعمله، انا مش هتنازل عن الطقم يا جماعه، الطقم خطير، الطول بتاع البنطلون لوحده خطير. فانا قررت ان انا اضيقه بايدي خياطه عاديه كده، همسك كده البنطلون وخياطه خياطه من جوه من عند الوسط، وكده كده مش هيبان، وهنزل بيه الجيم عادي جدا بكل فخر، وتحفه تحفه تحفه. اللي متابعني برضو عارف ان انا اشتريت قبل كده من شي ان مرتين نفس السبورت برا. كان عندهم سبورت برا بيبقى فيه قطعتين كده على بعض، هحاول اجيب لكم صورة احطهم. فلقيت ان هم منزلين شكل جديد اللي هو دوت، وقلت اجربه، فجبته وهو من الماركه اللي اسمها وينجز لاف. دي الماركه دي عند شي ان. اصلا كل الحاجات اللي عليها هي حاجات سبورتس. الخامه بتاعته مش وحشه، يعني الخامه بتاعته طبعا حلوه جدا اهي، دي الخامه بتاعته، خامه سبورت بيتشد. اكتر حاجه عجباني طبعا للبنات اللي بتبقى البريست بتاعها مليان شويه، وهي بتلعب رياضه ما تحسش انه عمال يبقى فيه شكل مش لطيف كده او هز، فبتبقى عايزه حاجه تمسك المنطقه كويس جدا. فبصوا يا جماعه ده، شايفين الحته دي تمام، بتمسك المنطقه كويس جدا، فهو فعلا حلو جدا للرياضه، حلو جدا جدا للرياضه. فعجبني جدا، وخفيف طبعا، اخف من التاني لان التاني طبقتين فوق بعض، وبرده هستخدمه كذا مره وارجع اكلمكم عليه تاني، لكن بدايه متعشمه فيه خير يعني. وبرده مخصوص للجيم كنت عايزه اجيب بانتيز جديده ملهاش حد قوي ماشي، وفي نفس الوقت تكون قطن عشان العرق والحركه وكده. فجبت مجموعه البانتيز ديت وطلعت تحفه يا جماعه، الخامه بتاعتها طلعت تحفه تحفه. انا هوريكم الخامه، كان مش هقدر امسك البانتي كده بصراحه هتكسف يعني، لكن هوريكم الخامه. بصوا شايفين الخامه قطن، حلوه جدا حلوه جدا، جميله جدا بصراحه. الخامه حلوه، الالوان بالظبط زي اللي في الصوره، هحاول اصورهم لكم كده على الارض ماشي. لكن المجموعه تحفه. بعد كده جبت المره دي منظمين للتسريحه عندي، لان انا كنت محتاجه حاجات معينه بصفات معينه. فكنت عايزه اول حاجه منظم ينفع احط فيه الفرش اللي انا بستخدمها تمام، بحيث ان هي ما تتعرضش للاتربه بطريقه مستمره، وفي نفس الوقت تبقى قدامي على التسريحه. فاخترت المنظم ده، والحقيقه انه لبالي الطلب اللي انا عايزاه، وكنت مبسوطه وسعيده جدا. فهوريه لكم وانا حاطه فيه الفرش فعليا، يعني عشان تشوفوا انه حقق لي اللي انا جايباه عشانه. بصوا اهو، بصوا هو اصلا تحفه تحفه، شايفين انا حاطه في هوريه لكم من ورا اهو. بصوا انا حاطه فيه علبتين اللي فيهم الفرش اللي انا دايما بستخدمها، الكبار ومليانين، شايفين خدهم ومقفول وحاجه يعني زي الفل الصراحه. بصوا اهو بيتفتح كده اهو، واخد الفرش اللي انا عايزاها واقفله، فعجبني جدا. وفي هنا بقى درجين كده، وعايزه اقول لكم ان الدرج طويل تقدروا تحطوا فيه حاجات كتير، بس انا لسه ما مليتهمش يعني، لان انا حطاهم على التسريح وحاطه فيهم الحاجات اللي انا بستخدمها كتير يعني، فاهمين. تاني منظم كنت محتاجه منظم صغير يكون شكله شيك، وفي نفس الوقت احط فيه الميك اب او الحاجات اللي انا بستخدمها بشكل ديلي بشكل مستمر، مش كل شويه اقعد ادور اطلع ده من الدرج ده واطلع من ده من الدرج ده واطلع من ده، انا برجع كل حاجه مكانها. فكنت عايزه حاجه صغننه كده وفي نفس الوقت شكلها شيك، فلقيت هذا المنظم الكيوت اللي طلع كده، طلع بالجمال ده يا جماعه. بصوا الشياكه، وبيلف كده وتحفه، وخد كل الحاجات اللي انا بستخدمها فعليا بشكل ديلي او بشكل مستمر، خدها كلها، وفي مكان ان انا احط فيه اي حاجه تانية. تحفه
وبس كده يا حلوين، دي كانت مشترياتي من تخفيضات عيد ميلاد شي ان. وما تنسوش ان ليكم كود خصم هيديكم 15% خصم. لو عايزين وسيط في مصر هسيب لكم لينك الوسيط تحت. وطبعا ما تنسوش تتابعوني على انستجرام علشان خاطر يوصل لكم اي جديد وتعرفوا اي ابديت بعمله على المشتريات بتاعتي من شي ان، وتشوفوا اي حاجه بنشيرها لدعم القضيه. وتاني وتالت وعاشر، انا فخوره وبشكر شي ان بجد على موقفهم ضد الكيان المحتل.